ودي الحاجة رقم 19 اللي بقيت اخد بالي منها. عندي واحدة صاحبتي من ايام الكلية، كنا عندنا مشاريع بقى كتير وحاجات كده في الكلية بتاعتنا. صاحبتي دي قالت لي والكلية هتخلص ومش هنفتكر لبعض غير المواقف. واتخرجنا. وربنا كرمني بناس هم صحابي من الشغل، محدش فيهم بيقول لي مثلا انتي قريب كان عليكي حتة بوست، محدش بيقول كده. بس فاكرين لمتنا مع بعض، فطرنا مع بعض، وقت البريك اللي بناخده مع بعض، تمشيتنا مع بعض. وصاحبتي كان عندها حق. ايوه، انت كان عندك حق يا صفاء، فعلا محدش بيفتكر غير المواقف. يعني طبعا اللي بيعمل شغله وكده، والبني ادم لازم يتقي ربنا في شغله، لان ده برضو سيرته بين الناس ان ده كان حد بيتقن شغله والكلام ده كله. ولكن الناس بتتعلق بالمواقف. اعمل شغلك واتقي ربنا فيه، واسعى في الحياة، واوصل لأعلى المناصب. الذكر اللي هيبقى لك في الدنيا هو عملك الكويس وسيرتك الطيبة. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صدق الله العظيم. ودي الحاجات اللي بتخلي الناس تحب الناس وتتعلق بيهم. وياما في ناس قعدت في مناصبها سنين السنين، وده بيدل ان هم شاطرين في شغلهم على فكره. يعني مش بقول برضو ان هم قاعدين بالواسطه، في ناس شاطره في شغلها بس ما بيعرفوش يعملوا ذكرى طيبه. بس ولو عاوزين تعرفوا الحاجه رقم 20 اللي بقيت اخد بالي منها، استنوني في الفيديو الجاي.